تسمح لي يا عمي اطلع اتكلم معاها، يمكن انا اقدر الم الموضوع. يا ريت. اتفضل يا استاذ صبري. بعد اذنك. صبري، رايح فين يا صبري؟ طالع اتكلم مع جهان يا فريد. يا صبري انا وافقت انك تيجي معايا بشرط انك ما تتدخلش في حاجه. حصل؟ ما هو انا مش ممكن اقعد ساكت واشوف اللي بيحصل ده. فريد، سيبه يحاول يمكن يحل المشكله. ولا انت متصور ان انا ابقى فرحان جدا عشان بنت بتطلق وعندها اولاد كمان؟ معلش يا عمي، انا كان ممكن اوافق على اي حاجه لو ما كانتش هي اللي طلبت بنفسها، انما ما دام هي اللي طلبت الطلاق بنفسها فانا ما قداميش غير اني انفذ لها اللي هي طلبته، تمام زي ما كنت بعمل معاها طول حياتي. طب اقول لك على حاجه وتصدقني يا فريد، انا حاسس ان جيهان ندمان على اللي كانت هتعمله. معلش يا عاصم، مش هصدقك المره دي يا عاصم. جيهان اختك صعب قوي تتغير 180 درجه بين يوم وليله. طب على العموم ما دام المساله وصلت بالشكل ده يبقى على الله نقدر نخليها تتم من سكات. قدامها يا عمي بعد اذنك. انت امرك غريب يا فريد. ده شرطي الوحيد، بعد اذنك يا عمي. ايوه بس انت وعدتني ان المساله دي هتتم بهدوء. وانا عند وعدي. وانا يا عمي عمري قبل كده اديتك كلمه واخليت بيها؟ اطلع انده لاختك يا عاصم. حاضر. ممكن افهم انت ناوي على ايه يا فريد؟ كل خير يا صبري، كل خير. اتفضلوا اشربوا القهوه بتاعكم. اتفضل يا استاذ فريد. اتفضل يا فريد. ممكن اعرف حضرتك عاوز جهان ليه؟ البنت لسه والده بقالها كام يوم وتعبانه، ما تطلق يا اخي وتخلصنا. خلاص يا مدام، اطلعي انت هنا. انت ايه يا اخي؟ الجواز غصب عننا والطلاق برضه غصب عننا؟ لا يا هانم، حضرتك غلطانه. مفيش حاجه غصب عن حد يا مدام. ولو تفتكري حضرتك انا لما جيت البيت ده كنت جاي فاتح قلبي ودراعاتي، ولما خدت جيهان على بيتها شلتها على كفوف الراحه وحطيتها في عينيا من جوه. ودلوقتي انا جاي عشان انفذ طلبها اهي. يعني انا مش جاي اعمل حاجه غصب عن حد. أفهم. الحمد لله على السلامه يا مدام. الله يسلمك يا فريد. ممكن تقولها بقى وتخلصني؟ أنا عارف إنك مستعجلة، بس في الأول أحب أقول لك كلمة صغيرة قدام أبوكي بالذات. أنت هتندمي يا جيهان، هتندمي. وبناتي أنا هاخدهم في حضني، وهيبقى كل أملي إني أربيهم أحسن تربية وأطلعهم أحسن بنات. بنات أقدر أفتخر بيهم وأقول أنا أبو البنات دول. فريد أرجوك، أنا تعبانة جدا، يعني مش ناقصة خطوة. ممكن تقولها بقى عشان عايزة أطلع أستريح. مش لما تسمعي شروطي الأول؟ وأنا موافقة على كل شروطك يا فريد، حتى من غير ما تقولها. لا، مش لما تاخدي حقوقك الاول، الشقه والفرش والقايمه كمان. لا يا ماما، أنا مش عايزة منه ولا حاجة. بس أنا يا مدام عامل حسابي إن كل حقوقك توصلك. أنا يا هانم قدرت تمن الشقة والفرش اللي فيها وكل صغيرة وكبيرة، والظرف ده فيه شيك بالمبلغ اللي أنا قدرته. بس مش هو ده شرطي. احنا موافقين على اي حاجه تانية. البنات هيفضلوا معايا،
موافقة. وميريت الصغيرة هتروح معايا دلوقتي. انت اتجننت يا فريد؟ بنت ايه اللي تروح معاه؟ البنت لسه ما كملتش كام يوم، استنى لما تشد حيلها. ده شرطي يا صبري، ده شرطي. بعد اذنك. قلت ايه؟ موافقة. اذا كان كده يبقى اتفقنا. جيهان، انت طالب طالب طالب. ثانية واحدة لو سمحتي. الظرف ده فيه شيك بالمبلغ اللي قلتلك عليه، والظرف ده فيه شيك تاني مبلغ كده نظير استضافتك لميريت الصغيرة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أراد إنها تيجي الدنيا دي. وبعدين مش للدرجه دي يا فريد. معلش يا عمي، ما هي اللي كانت عايزة تنزلها، هي اللي كانت عايزة تطردها، لكن إرادة ربنا فوق الجميع. وده يا مدام أقل شكر أقدر أقدمه لك. اتفضلي. أنا آسف يا عمي. من فضلك يا هانم هاتيلي بنتي الصغيرة علشان ألحق أروح، وورقة طلاق بنتك خلال 48 ساعة هتوصلك. بنتك يا أستاذ فريد. أشوفك على خير يا عمي. اكيد مش هتحرمنا ان احنا نشوف البنات. يلا يا صبري.